أحلى فول متدمس في البيت ممكن تدوقوه. لو أول ما تشوفوني، أنا الدكتورة سهى. أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. هننزل بحوالي 2.5 كوباية من الفول البلدي في الدماسة، ونصب عليهم مية مغلية تغطي الفول، ونغطي على الفول ونسيبه منقوع لمدة 3 ساعات. بعد 3 ساعات هنغسل الفول كويس جدا، ونغسل الدماسة، ونرجع الفول تاني في الدماسة، ونصب عليه مية مغلية تغطي الفول، ونغطي عليه ونرفعه على النار لمدة ساعة. بعد ساعة هنضيف عصير ليمونة كاملة للفول، ونص معلقة كركم، ومعلقة كبيرة كمون، ونقلبهم مع بعض كويس جدا. هنفرم طماطمايه في الكبة، وناخد شوية مية نحطهم في الكبة وننزلهم في الطاسة بتاعتنا، ونضيف عليهم معلقتين من الدقيق لحد ما يسخنوا شوية. نحط عليهم الطماطم اللي احنا ضربناها في الكبة ومعلقة كبيرة من الصلصة، ونقلبهم كويس على النار لحد ما يستوي الدقيق. هننزل بالخليط ده على الفول بتاعنا ونقلبه كويس جدا، ونرفعه على النار تاني لحد ما يستوي. بياخد حوالي 4-5 ساعات. وكده الفول بتاعنا خلص. لو عجبتكم الوصفة أتمنى ان انتوا تنفذوها وتكتبوا لي أسئلتكم ورأيكم في التعليقات، لأن هو الحقيقة أحلى من بتاع المحلات بكتير جدا، ويستاهل انكم تجربوه. وبالهنا.